بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله. أما بعد، النهاردة أمر الله موعدنا مع محاضرة جديدة في مادة الكالكولس. ويعني إن شاء الله لما تسمع المحاضرة دي أنت كده خلصت الميد وبدأت في شرح جديد، وبتستعد للفاينل اللي بقى يعني تقريبا أقل من شهر عليه. فالنهاردة مع محاضرة مهمة جدا. طبعا كلنا واخدين بريك، لسه مبدأناش مذاكرة. فالنهاردة يعني هحاول أفهمك أو أقولك على شوية حاجات كده إن شاء الله، يعني تفتكر بيهم أو تكون بداية ليك في الاشتقاق. تمام. تمام، فأول حاجة هنبدأ بيها الاشتقاق العادي. أنا لو هشرح لك مسائل، يعني لو هشرح كده شرح عادي كلام، يعني تقريبا 95% من الناس مش هتفهم. تمام. فأنا هحل معاك مسائل، ومن المسألة كل فكرة في المسألة هشرح لك هي اتعملت ازاي او بنشتق ازاي وكده. تمام. فأول سؤال معانا، بسم الله. أولا، طريقة الاشتقاق العادية بنشتق ازاي؟ لو عندك مثلا اكس، ثانية واحدة، ظابط القلم بس ثانية. لو عندك اكس أس 5 عايزين نشتقها، بننزل الأس وننقص من الأس واحد. تمام. نضرب في الأس وننقص من الأس ايه؟ القديم. يعني مثلا عندك اكس أس 3، بنضرب في الأس يبقى 3 اكس، وننقص واحد من الأس القديم، يبقى دي كام؟ أس 2. تمام. تمام. يعني كده مثلا عندك 5 اكس أس 3 بتساوي كام؟ عايزين ايه مثلا؟ بتساوي واي، عايزين واي شرطة. ده بنعمله ازاي؟ بنقول بتساوي، هننزل الأس زي ما هو. تمام. هنقول 5 في 3، وهننقص واحد من الأس القديم في اكس أس كام؟ أس 2. تمام. تمام. طب لو عندي رقم ثابت مثلا 4، بنشتقه ازاي؟ بنقول المشتقة بتاعته بصفر. بكام؟ بصفر. ليه بقى؟ لأنه مفيش جنبيه أرقام. تمام. تمام. ثانية واحدة عشان نمسح الحاجات دي. طيب أنا لو عندي مثلا مشتقة الإكس، أو 5 اكس، أو 8 اكس، عايز أشتق الكلام ده، بشتقه ازاي؟ باخد الرقم اللي هنا، طالما مفيش رقم هنا يبقى فيه واحد، باخد الرقم اللي هنا، باخد الرقم اللي هنا. تمام. يبقى المشتقة بتاع الكلام ده بكام؟ هنا بواحد، هنا ب5 زي ما احنا قلنا، هنا ب8. يعني قلنا لو رقم لوحده كده 5، المشتقة بتاعته صفر. لو مثلا 8 اكس، المشتقة بتاعته بكام؟ ب8. رائع. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. تمام. دي الفكرة بتاع الاشتقاق، اللي هي المسألة الأولى، يعني السهل بتاعنا. تمام. فنمسح الكلام ده ونبدأ نشوف مثال عندنا ونحل عليه. مثال واحد بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك واي بتساوي 5 اكس أس 6 زائد 7 اكس أس 5 ناقص 12 اكس أس 3 ناقص 9. احنا قلنا بنشتغل ازاي؟ عادي جدا يا باشمهندس، بننزل ده زي ما هو 5 اكس، ننزل واحد من الأس، هيبقى اكس أس كام؟ اكس أس 5، ونضرب في الأس القديم، هننقص واحد من الأس ونضرب في الأس القديم. تمام. هنضرب في 6، خلي بالك دي فيه ودي اكس. تمام. تمام. نغلط الاكس كده شوية عشان ايه تعرف توضح. زائد، يلا انت اللي هتعمل دي. هنعمل ايه هنا؟ هنقول 7 اكس. 7 هنكتب 7 اكس أس كام؟ هننقص واحد من الأس ونضرب في الأس القديم، نقص واحد من الأس يبقى اكس أس كام؟ اكس أس 4. ونضرب في الأس القديم، الأس القديم اللي هو أس كام؟ 5. كلام رائع. ناقص 12. ناقص 12 ايه؟ اكس. اكس أس كام؟ هننقص واحد من الأس يبقى دي 2، ونضرب في الأس القديم اللي هي كام؟ 3. كلام جميل، كلام رائع. آخر حاجة عندنا ناقص 9. احنا قلنا العدد الصحيح أو اللي ما جنبوش اكس يبقى المشتقة بتاعته بكام؟ ناقص 0. وكده نكون خلصنا السؤال الأول. كلام في منتهى الجمال، يعني حاجة سهلة جدا جدا وبسيطة ومش هياخد منك وقت. دي الفكرة الأولى عندنا في الاشتقاق. طب هقول لك حاجة تانية.
طبعا كلنا المفروض اننا كلنا عارفين انه لما يكون عندك مثلا واحد على اكس تربيع، طبعا تقدر تطلع دي فوق بالموجب. صح الكلام؟ صح الكلام. يعني بتبقى ايه؟ بتبقى عندك اكس تربيع مضروبة في سالب اكس اس سالب اتنين. طب لو عندك اتنين على اكس اس تلاتة بتساوي كام؟ الاتنين تنزل في اكس اس كام؟ ده لو بموجب بتطلع بسالب، لو سالب تطلع بموجب. يبقى اكس اس سالب تلاتة. كلام في منتهى الجمال. تمام تمام. يلا بينا نخش على السؤال، نشوف السؤال بيقول ايه معانا. نمسح الكلام ده. تمام. نخش على سؤال رقم خمسة هنا اللي تحته على طول. عندك الواحد، احنا قلنا المشتقة بتاع الواحد بكام؟ بزيرو ناقص دي واحد على اكس. واحد على اكس اللي هي كام اصلا؟ اللي هي اكس اس سالب واحد. طب انا عايز اشتقها ازاي؟ عادي جدا، هنقول نفس اللي قلناه. ادي سالب اكس، هننزل واحد من الأس. سالب واحد ناقص واحد، ما هتقوليش صفر. ليه بقى؟ لان احنا بنقول سالب واحد، فنقصنا منها واحد بقى سالب اتنين. هننزل واحد من الأس ونضرب في الأس القديم. الأس القديم اللي هو كام؟ اللي هو سالب واحد، نقول فيه سالب واحد. رائع جدا. حط الكلام ده كله جوا قوس. هنقول ناقص دي تلاتة، هنظبطها الأول. يبقى تلاتة مضروبة في كام؟ في اكس أس سالب اتنين. ليه أس سالب اتنين؟ لأن تحت كانت بالموجب فنطلعها فوق بالسالب. رائع. يبقى تلاتة اكس أس سالب اتنين، هننزل التلاتة زي ما هي في الاكس. اكس أس كام؟ سالب اتنين ناقص واحد، اعملها على الآلة هديك سالب تلاتة مضروبة في كام؟ في الأس القديم اللي هو سالب اتنين. كلام جميل، كلام معقول. تمام تمام. ودي أربعة، طبعا كلنا عرفنا خلاص. أربعة اكس أس سالب خمسة. يبقى هنقول هنا ايه؟ زائد أربعة اكس أس كام؟ أس سالب خمسة ناقص واحد، يبقى أس سالب ستة في سالب خمسة. ده السؤال التاني. تمام تمام. وطبعا الباقي في السؤال بتبقى عملية حسابات. يعني هنقول سالب اكس. سالب اكس في كام؟ في اكس وسالب اتنين ناقص واحد. تمام. فدي كلها حسابات. ناقص تلاتة في اكس اس سالب تلاتة. يعني حسابات عادية جدا وكلام بسيط. اهم حاجة الفكرة بتاع الاشتقاق. نخش على السؤال اللي بعد كده، وكل ما تمشي الليفل بتاع الأسئلة بيعلى معاك. تمام تمام. فهنا في السؤال ده ممكن تحلها بطريقتين. أول طريقة ممكن تضرب دي جوه هنا وهنا. تمام تمام. ممكن تقول قوسين مضروبين في بعضيهم، ودي هقولك بتشرح بتحل ازاي. هحلك بطريقتين. الطريقة الأولى اللي قلنا هنضرب دي في اللي جوه. اكس أس ستة مضروب في واحد على اكس أس تلاتة. يعني دي تحت في المقام ودي في البسط، هتطلع معاك اكس أس ستة على كام؟ على اكس أس تلاتة، اللي هي بتساوي عندك اكس أس تلاتة. قسمة الأسس طرحها. تمام تمام. زائد اكس واحد على اكس أس أربعة. ودي في المقام ودي في المقام، هنعمل ايه؟ هيبقى هنجمعهم. واحد على اكس أس سبعة، واحد على اكس أس سبعة، اللي هتطلع فوق. تمام يا باشمهندسين. قلنا اكس أس سالب سبعة زائد الكلام ده ينزل هنا اكس أس تلاتة، هنشتقها هدينا سالب سبعة اكس أس سالب تمانية زائد تلاتة اكس أس كام؟ أس اتنين. تمام تمام. لأنها دي بالموجب. دي الطريقة الأولى اللي قلت لك هتحل بيها. طلعت بكام؟ سالب اكس سالب سبعة اكس أس سالب تمانية زائد تلاتة اكس أس كام؟ أس اتنين. خليك فاكر الإجابة بتاعتنا، وتعال نحل بالطريقة التانية. الطريقة التانية بتقول ايه؟ بقول لك لو عندي دالتين مضروبين في بعض. تمام تمام. عايز اجيب المشتقة بتاعتهم، اعمل ايه؟ بثبت واحد واضرب في المشتقة بتاع التاني، زائد اللي ثبته بشتقه واللي اشتقيته بثبته. هقولك ازاي. يعني ده انا عندي قوسين مثلا. تمام تمام. فمثلا هنثبت ده، هنزله زي ما هو. هنقول واحد على اكس أس تلاتة جوه قوس يا باشمهندسين، عشان هنضرب في حاجات كتيرة. هنشتق ده ازاي؟ هنقول مضروب في كام؟ مضروب في ستة اكس أس خمسة زائد
هتطلع دي طبعا فوق، هتبقى اكس اس اربعة، اكس اس سالب اربعة، يبقى ادينا كام؟ زائد سالب اربعة اكس اس سالب خمسة. صح كده؟ صح كده. تمام. دي اول حتة في السؤال. هنقول ايه؟ هنقول زائد. زائد ايه بقى؟ زائد هنثبت الرقم ده اللي عندنا، هنقول اكس اس ستة زائد واحد على اكس اس اربعة، اللي هي اكس اس كام؟ اس سالب اربعة. تمام. في ايه؟ في مشتقة الكلام ده. مشتقة الكلام ده بكام؟ اللي هو هنقول اكس، مشتقة الاكس اس واحد على اكس اس تلاتة، اللي هي كام؟ اللي هي اكس اس سالب تلاتة. طبعا اللي قلنا في المقام يطلع فوق ايه؟ لو سالب الاس السالب بيطلع فوق بالموجب، الاس الموجب بيطلع فوق بالسالب. تمام. تمام. هنعمل ايه في السؤال عندنا؟ هنطلعها دي بالسالب. اول حاجة اكس اس سالب تلاتة، عشان تبقى سهلة يبقى هنقول سالب تلاتة اكس اس كام؟ سالب اربعة، عشان ناقصنا واحد. تمام. تمام. فبعد كده هنعمل ايه؟ هنضرب عشان ابين لك ان السؤال يعني نفس الاجابة اللي عدت، نفس الاجابة اللي كانت هنا. هنقول واحد على اكس اس تلاتة في اكس في ستة اكس اس خمسة، اللي هيدينا كام؟ اكس هيدينا ستة اكس اس اتنين. على الاقل عندك مش مهندس، ستة اكس اس كام؟ اس اتنين. ادينا ستة اكس اس اتنين. تمام. ونقول سالب اربعة اكس اس سالب خمسة في اكس اس كام؟ تلاتة. ادينا ايه؟ ادينا سالب اربعة اكس اس كام؟ اس سالب تمانية. تمام. تمام. بعدين هنقول ايه؟ هنقول زائد اكس اس ستة مضروبة في كام؟ في سالب تلاتة اكس اس سالب اربعة. هيدينا اكس اس كام؟ هيدينا سالب تلاتة اكس اس كام؟ اس اتنين. سالب تلاتة اكس اس اتنين. تمام. ودي سالب اربعة ودي سالب اربعة، ادينا سالب تلاتة اكس اس كام؟ اس سالب تمانية. هتجمع دي سالب تلاتة اكس اس اتنين ودي تلاتة اكس اس اتنين، دي ستة اكس اس اتنين، هيدينا تلاتة اكس اس اتنين ناقص سبعة اكس اس سالب تمانية. هي دي نفس الإجابة اللي عدت معانا. فبراحتك الطريقة اللي تعجبك حل بيها. تمام. هنخش على السؤال اللي بعد كده. ويعني كل الطرق تؤدي إلى إيه؟ إلى روما. تمام. تمام. فنمسح الحاجات دي ونحل السؤال اللي بعد كده بفكرة جديدة. ومش هنحل أول مجموعة أسئلة عشان ما نكترش عليكم. وإن شاء الله الفيديو اللي بعد كده هنكمل فيه باقي الشيت، والدنيا تبقى تمام معانا ونمشي معاك واحدة واحدة، والله المستعان. تمام. تمام. المسح هيطول فلا يعنيني بشيء. المهم انا السؤال زي ده انا عايز احله ازاي؟ في عندك قانون لازم تحفظه، بيقول لك ايه؟ المقام تربيع. المقام ايه؟ المقام تربيع. يعني هنجي قايلين ايه؟ ده تربيع. المقام ده تربيع بكام؟ يا عم زي ما هو، حط قوس بس كده، اكس تربيع ناقص تلاتة اكس اس زي ما هي يعني زائد اتنين الكل تربيع. القانون بتاعي بيقول كده، انا ما قلتش، ما جبتش حاجه من عندي. تمام. تمام. هو ارفع خط عندنا ده. تمام. بعدين هنقول ايه؟ هنقول المقام في مشتقة البسط. المقام اكتب عندك، لو عندي بسط ومقام عايز اشتقه ازاي؟ بنقول ايه؟ المقام تربيع. تمام. سيب المقام تحت. المقام بقى قبل ما تربعه في الاول خالص بنعمل له ايه؟ بنحطه فوق ونضربه في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. وخلي بالك لازم تركز في الترتيب اللي انا قلته عشان السالب بيفرق. تاني القانون بيقول ايه؟ بيقول المقام تربيع. اطلع فوق بقى بنقول ايه؟ المقام في مشتقة البسط زائد ناقص البسط في مشتقة المقام. المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. تمام. احنا ربعنا المقام، فنيجي قايلين المقام فوق اهو. هنبدأ من على الشمال عشان ايه؟ بنكتب الانجليش. تمام. فهنشتق البسط عادي جدا. احنا قلنا 2 اكس تربيع، هنقول 2 نزلنا زي ما هي، والاكس هننزلها، هننقص منها واحد اللي هتبقى اكس اس واحد مضروبة في كام؟ مضروبة في 2. تمام. تمام. ناقص 4 اكس. الاربعة اكس دي اشتقاقها بكام؟ هننزل الناقص. اشتقاقها بكام؟ اشتقاقها باربعة. والتلاتة اشتقاقها بصفر.
ايه في القوس ده ونكتب ناقص. خلي بالك اولا اللي قلنا كده ايه المقام ده، المقام عشان ما ايه المساحة بس بنعرف نطول نكتب في الحتة دي. المقام قلنا في ايه في مشتقة البسط، شقنا البسط اهو، المقام اهو تمام. هنقول ايه القانون بتاعنا بيقول لك المقام في مشتقة البسط تمام. بعدين بيقول لك ناقص ايه ناقص البسط في ايه في مشتقة المقام. مشتقة المقام يا باشا عندنا بكام؟ اكس تربيع هنشتقها ننزل الاتنين، ننزل. بص يا باشا خليك حافظها، هننزل واحد من الأس ونضرب في الأس القديم، هي الاتنين هي كتبتلك وراها تمام. ناقص التلاتة. اشمعنى تلاتة بس؟ لأن احنا قلنا أي حاجة قدامها اكس أس واحد بننزلها زي ما هي، وده طبعا اشتقاقه بصفر. وخلص السؤال بتاعنا. عارف انه طويل او ممكن ما تفهموش، بس احفظ القانون وطبق عليه وعيد السؤال تاني وتالت ورابع لحد ما تفهمه، لانه سؤال مهم جدا جدا وبيكمل معاك في باقي الاسئله. تمام. عندي السؤال اللي بعد كده اللي هو تحته على طول تمام. فثانية بس امسح لك الحاجات دي، وخلي بالك الحاجات دي لازم تتحفظ وهيتعبك الدرس شوية، لأنه كله حفظ وفهم وتطبيق. يعني لازم تحفظ وتفهم نوعية المسائل، تعرف كل مسألة استخدم فيها ايه، ولازم تعرف تطبق تمام. فالله المستعان وإن شاء الله خير وانت قدها. فهنقول السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ اكس أس 3 ناقص 4 اكس زائد 5 الكل أس 6. في أكتر من طريقة ممكن نحل بيها السؤال. ممكن نقول المقام تربيع، ونقول ايه المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام تمام. ممكن نعمل حاجة حلوة جدا اللي هو ايه، يقول لك المقام عندنا اهو. احنا قلنا لو حاجة عندنا في المقام عايزين نطلعها لفوق، لو الأس بتاعها موجب بنخليه سالب، لو أسها سالب بنخليه موجب. طب هنا ده أسه ايه؟ ما تقوليش أس 3 هنا ودي أس واحد ودي أس واحد، لأ هنقول كلها أس 6. فممكن نقول اكس أس 3 ناقص 4 اكس زائد 5 الكل أس كام؟ أس -6. وده طلعت في الايه في البسط تمام. بشتقها ازاي يا باشمهندس؟ مشتقة القوس. اكتب عندك القوانين دي لانها مهمة جدا. مشتقة القوس بننزل الأس بتاع القوس مضروب هنا تمام، بننزله اهو -6. افتح القوس بتاعك يا باشمهندس، نزل ده زي ما هو، اكس أس 3 ناقص 4 اكس زائد 5. اقفل القوس بتاعك وهننقص واحد من الأس، يعني أكنه ده اكس، فبننزله زي ما هو، والأس بتاعك بتضربه اهو، ضربناه -6 وننقص من الأس واحد. -6 ناقص واحد هتقول لي -5، اقول لك تاخد صفر قد كده لانك ايه مش عارف تحسب يا باشمهندس. -6 ناقص واحد يدينا -7 على الآلة يا باشمهندس. تمام. خلصنا السؤال. ما تقوليش خلصنا ليه بقى؟ لان احنا لسه هنضرب في مشتقة اللي جوه القوس تمام. مشتقة اللي جوه القوس بكام؟ اكس أس 3 هنشتقها ادينا 3 اكس أس كام؟ أس 2 ناقص 4 اكس. وكده السؤال يكون خلص تمام. مرة تانية يا باشمهندس بنعمل ايه؟ فوقك من الخطوة الأولى دي لأن هو بيبقى المفروض أعطيها لك فوق، بس احنا ايه عشان نسهلها عملنا ايه؟ كانت في المقام أس موجب طلعناها في البسط أس سالب تمام. بنعمل ايه لما يكون قوس أس فوق؟ تمام. بنعمل ايه؟ أكنه القوس ده اكس، بتنزل القوس زي ما هو وتنقص من الأس واحد وتضرب في الأس القديم وبعدين تجي ضارب فيه مشتقة اللي جوه القوس. بتيجي عامل ايه؟ ضارب في مشتقة اللي جوه القوس تمام. وكده السؤال بتاعنا يكون خلص. يعني نخش على السؤال اللي بعد كده اللي هو مكتوب عندنا رقم 9. احنا كده خدنا لما يكون رقم عادي جدا اكس أس 6 بنشتقها بنعمل ايه؟ بننزل واحد من الأس ونضرب في الأس القديم اللي هتبقى 6 اكس أس 5. وبعد كده خدنا لما يكون حاجة في المقام لو عندك أس سالب في المقام هو في البسط أس موجب،
لو عندك أس موجب في المقام هو في البسط أس سالب. تمام. تمام. وقلنا لما يكون حاجتين مقسومين على بعض بناخد المقام تربيع ونربعه ونحطه تحت. تمام. وبعدين هنقول في البسط بنعمل فيه ايه؟ بنقول المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. والقانون ده لازم تحفظه بالترتيب. تمام. تمام. بعد كده قلنا لو في قوس بنشتقه ازاي؟ بنقول ايه؟ بنقول بنضرب في الأس بتاع القوس. تمام. ونجي قايلين اللي هو القوس ينزل زي ما هو وننقص من الأس بتاع القوس واحد. تمام. وبعدين نجي ضاربين في مشتقة اللي جوه القوس. خلصانة خلصانة. واخر حتة عندنا في الشرح بتاع النهاردة ان شاء الله، اللي هو عندنا قوسين مضروبين في بعض بنعمل ايه معاهم؟ بنقول الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول. خلصانة خلصانة يا هندسة. بنعمل ايه؟ الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول. الكلام ده بنعمله ازاي؟ متستعجلش يا باشمهندس، هنقول لك كل حاجة ان شاء الله. هننزل مثلا بيقولك الاول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الاول. هنا يجوز التبديل، او يعني ممكن نقول الاول في مشتقة التاني او ممكن نقول التاني في مشتقة الاول. ليه بقى؟ آه لان عندك هنا زائد بين الاتنين فمش هتفرق، انما هناك في بتاع الاسم كان فيه ناقص فتفرق معانا في الاشارات جدا. فنقول مثلا هنثبت الاول ده ننزله زي ما هو، 3 x أس 4 ناقص 4 جوه قوس طبعا في ايه؟ في مشتقة ده. مشتقة ده بكام؟ هنقول 5 في 5. واحدة واحدة يا باشمهندس عشان ايه؟ عشان متوش معايا. اكس هنقول اكس اس كام؟ أس واحد لأن ناقصنا منها واحد في كام؟ في 2. تمام. تمام. هنقول زائد كام؟ زائد 7 اكس زائد 7 اكس. كانت 7 اكس يبقى هتنزل كام؟ تنزل 7 لأنه طالما ده أس واحد بينزل الرقم اللي قدامها. فكده ايه أول خطوة؟ هنقول زائد. زائد دي بقى احنا الأول ثبتنا ايه واشتقينا ايه؟ ثبتنا ده واشتقنا ده. المرة دي هنثبت ده ونشتق ده. هننزل ده زي ما هو. هنقول ايه؟ 5 اكس تربيع زائد 7 اكس. وفي القوس يا باشمهندس ونضرب في قوس كمان. القوس التاني اللي هنضرب فيه مشتق ده، مشتق ده بكام؟ هنقول فيه اشتقاق ده بكام؟ 3 اكس أس كام؟ كانت أس 4 ناقص منها واحد بقى أس 3 ونضرب في كام؟ في 4. والباقي يا باشمهندس كلها حكاية ايه؟ حكاية حسابات يعني جمع وطرح والحاجات دي. وطبعا انت باشمهندس كبير فاكيد مش هتغلط في الحاجات دي. تمام. وفي النهاية يعني كده خلصنا اول جزئية معانا وحبيت اطول عليك. دي اول حتة في الشيت، يعني ان شاء الله نكمل معاك باقي الشيت وهنمشي معاك بانتظام لحد اخر لحد الفاينل وخليك فاكر ان يعني انت بتعمل اللي عليك والباقي بتاع ربنا، فالنتائج مش بتفرق معانا كتير. تمام. وخليك فاكر شعارنا حل بإيدك محدش هيفيدك. وفي النهاية أحب أكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة بسيطة. ومتنساش تصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.